مع تمنياته لكم ولأعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح. أيها الجمع المبارك، لقد كان من أعظم نعم الله على الإنسان أن يرفل في الأمان وينعم بالسلام، فيأمن على نفسه وأسرته ومجتمعه. وقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه طالبا أمنا وارفا تحلو به الحياة: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب الله له، فكانت مكة المكرمة البلد الحرام الأنموذج الأكمل والأمثل للبلد الآمن الذي يأمن فيه الخائف ويلوذ به الوجل. وقد أفاضت على ما حولها، فنعمت بلاد الحرمين الشريفين بحمد الله بالأمن والأمان. وكان من أعظم منن الله على الإنسان حين يدخل الجنة ما يعيشه فيها من أمن مضطرد، فمنذ يدخلها يقال له: ادخلوها بسلام آمنين. وأهلها في مقام أمين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وما من بلاء يصيب المرء في الدنيا أعظم من فقده الأمن في أي صورة من صوره المختلفة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يلخص مطالب الإنسان: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أسعد ممن حاز الأمن بأنواعه المختلفة. لقد كان مما عكر صفاء أمن المسلمين واستقرار مجتمعاتهم ما ابتليت به بعض هذه المجتمعات من مظاهر سلبية وتصرفات رعناء وقع فيها بعض أبناء المسلمين الذين صاروا ألعوبة في يد ثلة مارقة لم تفهم الإسلام، ونصبت نفسها مرجعا ووكيلا على المسلمين، تنطق باسمهم وتلوث الأرض بدمائهم ودماء غيرهم، مستترة عن قبيح فعلها برفع راية الإسلام والتشدق بالمحافظة عليه، وهو منهم براء. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق الموجة الإرهابية بتجليها الأخير أدركت رابطة العالم الإسلامي خطورة منزعها، وسعت إلى محاصرة تداعياتها السلبية بتوعية أبناء المسلمين بمجافاة هذه الظاهرة الآثمة لهدي الإسلام ورسالته السامية الداعية إلى تحقيق مصالح الإنسان الدنيوية والأخروية. وعقدت عشرات المؤتمرات واللقاءات والندوات حول العالم لدراسة هذه الظاهرة وتفكيك خطابها والرد على شبهاتها ومزاعمها. ولعل أهمها المؤتمر الإسلامي العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي عقد في مكة المكرمة في فبراير عام 2015 للميلاد، بحضور واسع وكثيف لعلماء العالم الإسلامي ومفكريه ومنظماته الفاعلة حول العالم، والذين أجمعوا على رفض الأعمال الإرهابية، مؤكدين براءة الإسلام من مرتكبيها الذين تنكبوا شرائع الله واعتدوا على خلقه وروعوا الآمنين واستحلوا الحرمات. كما تواصلت الرابطة مع المؤسسات الثقافية والدينية غير المسلمة لشرح موقف المسلمين من أفعال الإرهاب المشينة، ومطالبة القوى المحبة للسلام حول العالم بالتصدي لتداعياتها في المجتمع العالمي، والمتمثلة في ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تمثل الوجه القبيح الآخر لأحادية الفكر ورفض الآخر والاستعلاء عليه. وأشير هنا إلى زيارة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى للفاتيكان، ولقائه التاريخي مع البابا فرانسيس في سبتمبر من العام الماضي، والذي تناول تعميق العلاقات بين المسلمين والمسيحيين
والعمل معا لنشر السلام والوئام العالمي. وتوجت زيارة معالي الفاتيكان بتكوين لجنة اتصال دائمة بين الرابطة والفاتيكان وتوقيع اتفاقية تعاون تؤكد على ضرورة الحوار في عالم تعددا بين الأعراق والديانات والثقافات. المشتركات الإنسانية، وفي أولها تحقيق السلم العالمي والتنمية المستدامة بين المكونات الإنسانية المختلفة. وفي هذا الصدد تدعو رابطة العالم الإسلامي دول العالم ومنظماته إلى التعاون مع حكومة الصومال الفيدرالية للنهوض بهذا البلد العظيم في تجاوز التحديات السلبية التي تعيق تحقيق آمال شعبه في أمان متواصل ورخاء يسعد به الجميع. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الصومال حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم. وأخص بشكري معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد عيسى عوض على دعوته الرابطة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، سائلين الله عز وجل أن يكون مؤتمرنا باكورة عمل إسلامي كبير يلبي تطلعات المسلمين ويحقق مصالح الجميع، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليكم من رب غفور رحيم.